تعالي اقولك تعملي ازاي احلى بسبوسة واحلى ترميلة. شايفة الجمال بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بصي الترميلة، بصي الطراوة اللي فيها طرية جدا واحلى من بتاعة المحلات، ومعمولة بالسمنة البلدي وجميلة جميلة جدا. بصي اول ما احط الشربات في ثواني شربته علشان هي ناجحة جدا جدا. بصي القمر والجمال، ده البذر بتاع الليمون، حاجة كده اللهم بارك تحفة. يلا جربوها وقولولي ايه رأيكم. هنا بختبر البسبوسة، بشوف ال الشربات بتاعها محتاجة شربات تاني ولا لأ. أول ما بتدوسي عليها بتطلع شربات، يبقى كده ايه تمام، مش عايزة شربات تاني. يلا ندخل على الطريقة. كوباية جوز الهند، معلقة بيكنج باودر مش كبيرة، يعني نص معلقة. وهنا نص كيلو سميد جايباه من عند العطار، سميد بسبوسة. وحطي نص معلقة دقيق. معلش متلخبطة علشان أول مرة أقول بصوتي. هنا حطيت كوباية سكر على ربع كوباية مية، ما تجيش جنبه خالص غير لما يدي اللون ده. أول ما يدي اللون ده قلبي، كل اللي في الجناب ده كله هينزل، كل ده هيسيح مع الكرملة بتاعة السكر. عايزين نخلي السكر يدي لون جميل قوي زي المحلات كده، ما بتروحي تلاقيها لونها تحفة كده، دي بيبقى بسبب كرملة السكر. بصي الكرملة الجميلة، بصي اللون جميل. اول ما تكرمل واللون اللي انت حباه هتحطي 3 معالق سمنة على كوباية زبادي او كوباية قشطة. قلبي كل ده، اول ما تقلبي كله على النار، ده كله هيفك مع بعضه، كل ده هيسيح. اول ما تقلبي كده تقليبه تحطي كوبايه ميه. بعد ما يفك معاكي سيبيه يهدى، سيبيه يهدى شويه، يعني سيبيه يهدى. اول ما البخار يختفي منه هتقومي حطها البسبوسه. المقدار اللي انا قايلاه ده امشي عليه مظبوط، هتلاقي السمك زي ما انت شايفه كده بالظبط. هنقلب بالراحه، مش هنعجن، هنقلب فقط، هندخل المكونات مع بعض. هنقلب بس تقليبه. هتجيبي صينيه وهتدهنيها سمنة، ادهنيها معلقة سمنة. زي ما انت شايفة اسهل طريقة ممكن تعملي بيها البسبوسة وانجح طريقة هتعمليها وهتدعيلي. هتنزلي بالخليط وهتسويه، والله والله لا تعملي احلى بسبوسة. كل اللي هيجي يدوق منها مش هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت. هنساوي كده، هنساوي المقدار. يا رب بس تعجبكم، والله جميلة فوق ما انت متخيلة. انا جايبه طريقتها من حلواني جنبي، حلواني بسبوسته تحفه. هتقولي اداكي السر، اداني السر. بص الجمال، القمر، حاجه كده يعني اللهم بارك.